عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلابي وطالباتي الأعزاء في قناة عالم الرياضيات مع مس مديحة حمدي. النهاردة هناخد نظرية اسمها نظرية فيثاغورس وعكسها كمان. النظرية دي طبعا هي الدرس الثاني في الوحدة الثالثة. طيب، نظرية فيثاغورس يعني ايه؟ نظرية فيثاغورس وبتتكلم عن ايه؟ نظرية فيثاغورس مساحة المربع المنشأ على الوتر في المثلث القائم الزاوية تساوي مجموع مساحتي المربعين المنشئين على ضلعي القائمة. يعني ايه الكلام ده؟ قدامكم يا ولادي مثلث مرسوم هنا مربع منشأ قدام هنا الوتر، مربع منشأ على الضلع ده، مربع منشأ على الضلع ده. قلنا ان الوتر ده هو بيكون الضلع اللي قدام هنا القائمة، الوتر الضلع اللي قدام القائمة، والوتر هنا بيساوي عندي مجموع مربع الضلعين الآخرين. يعني لو قلنا هنا AC تربيع هيساوي عندي AB تربيع زائد BC تربيع. تمام كده، يبقى كده انا عرفت ان انا اجيب الوتر بيساوي مجموع الضلعين الاخرين. طيب نفترض ان هو هنا مش محتاج الوتر، يعني الوتر مش مجهول. تمام، ده لو كان الوتر هنا مجهول. طب لو كان الوتر هنا معلوم وعايز هنا يجيب، هنقول مثلا لو كان عايز يجيب AB هتبقى AB تربيع هيساوي AC تربيع ناقص BC تربيع. وايضا لو كنا عايزين الBC تربيع يعني ضلع من الاضلاع، تمام، هيساوي ايضا EC تربيع اللي هو الوتر ناقص AB تربيع. طيب احنا طبعا دي نص النظرية، فلازم ناخد مثال علشان خاطر نقدر نطبق النظرية دي. واول مثال معانا هيكون، وعندي هنا مثالين تطبيق على النظرية. بيقول استخدام نظرية فيثاغورس. يمكن استخدام نظرية فيثاغورس لإيجاد ضلع في مثلث قائم الزاوية بمعلومية طول ضلعين الآخرين. ففي الشكلين دول في كل مما يلي مما يأتي x اوجد قيمتها ثم اوجد مساحة المثلث في الشكل الثاني. طيب خلينا نشوف. هو اول شيء هنا في المثلث الاولاني، هنا انا عندي ده قائم هنا هو الزاوية، عندي هنا الضلع BC بيساوي 3 وعندي الضلع CA بيساوي هنا 4. هو عايز BA اللي هو الوتر. طيب هو لو عايز الوتر هنقول هنا في المثلث، اول شيء تكتبوه ان في المثلث، تمام، في المثلث BCA ولازم يتنطق كده، لازم السي دي تبقى طبعا في الوسط. قائم الزاوية في C، هنقول كده قائم الزاوية في C. اذا هنقول هنا BA تربيع هيساوي BC تربيع زائد CA تربيع. وهنبتدي نعوض عن كل واحدة فيهم. هنقول هنا 3 تربيع زائد 4 تربيع، وعندي هنا 3 تربيع هنا ب9، 4 تربيع هنا ب16، وعندي 16 و9 هنا 25، وهنا جذر ال25. وهنجيب ليه جذر ال25؟ لان هو هنا عايز BA تربيع. تمام كده، اذا AB او BA بتساوي هنا 5 جذر ال25، يعني عندي هنا ده هنا بيساوي 5. تمام، قال لي كمان اني في التاني هنا عندي
مثلث، بس اللي غايب منه هنا ضلع، ومعلوم طبعا عندنا الوتر. وعرفنا ازاي؟ علشان خاطر الوتر قلنا بيبقى ده قدام القائمة، فهنبتدي ان احنا نجيبه، وبعد كده هنجيب مساحة المثلث في هذا الشكل، لان هو مش طالب مننا بس ان احنا نجيب الضلع الناقص، طالب مننا كمان المساحة بتاعة المثلث. فهنبتدي ان احنا نقول السي بي تربيع. هنقول بما ان او في المثلث هنا A C B، هنا طبعا قائم فين؟ قائم في C. اذا هنقول هنا بي سي تربيع هيساوي عندي A B تربيع ناقص طبعا الضلع التاني اللي هو AC تربيع. تمام. وهنبتدي ان احنا نجيبه زي ما جبنا الاولاني. هنربع هنا هنقول هنا 13 تربيع ناقص عندي 12 تربيع. طبعا عندي هنا 13 تربيع و 12 تربيع، فهنقول هنا 169. عادي احنا ممكن نعملها عادي بالآلة، ناقص 144. ممكن نطلع الكالكوليتور ونعملها عادي، وهتبقى سهلة بالنسبة لنا ان احنا بعد كده ان احنا نجيب الجذر بتاعها. هنطلع هنا معانا الكالكوليتور، اي آلة عادية خالص ممكن تحسب لنا هاي الحسبة دي، لان احنا بنقول 13 تربيع يعني هي عبارة عن 13 في 13. تمام. عندنا هنا 13 في 13. تمام. طلعت لنا هنا 169، عفوا هنا 169 169. هنا عندي هنقول ناقص 144، هننقصهم من بعض وهيطلع لنا هنا الناتج ناقص 144 اللي هي 12 في 12. تمام. هتدينا هنا 25. طبعا الجذر بتاعها اللي هو ال5. تمام. اذا هنا احنا وجدنا طول الضلع اللي عندنا وهو بيساوي 5. تمام. هو ما اكتفاش بكده، قال ان احنا عايزين نحسب كمان مساحة المثلث. طيب احنا كنا واخدين مساحة المثلث قبل كده بتساوي نص طول القاعدة في الارتفاع. طيب يمس لنا القاعدة وإن الارتفاع، هنحسب ان دي مثلا دي هنا قاعدتنا وده الارتفاع بتاعنا، وهنبتدي نقول هنا علشان بس ما يحصلش لخبطة ما بين المسألة الأولى والتانية، هنمد خط كده عشان دي بتبقى بتاعت دي ودي تبقى بتاعت دي. هنقول إذن نعمله باللون الأحمر مساحة هنعمل هنا هنقول إذن مساحة المثلث بتساوي نص عندنا، معلش هنا هيبقى الخط بس نكتبها هنا بعيد شوية، نمسح دي عشان خاطر بس تبان. نكتب هنا عادي 5 زي ما كنا كاتبين عشان احنا طلعنا الارتفاع هنا ب5. فهنقول نص في 12 في 5. هنا على الاتنين فيها الواحد، على الاتنين فيها 6، وهنا 6 في 5 عندنا 30 سنتيمتر هنا مربع. طبعا دي عشان خاطر هنا مساحة. تمام. المساحة طبعا غير المحيط. وبكده انا جبت الوتر الناقص في المثلث الاولاني، وجبت كمان عندي هنا الضلع اللي ناقص في المثلث الثاني، وجبت مساحة المثلث. ننتقل لنوعية تانية من المسائل. طبعا في الشكل اللي قدامي ده بيقول في الشكل التالي بي سي
توازي AB، وإذا كان ABCD تمام أوجد محيط المضلع ده. طيب في الشكل اللي قدامنا هو حاطط لي هنا طبعا ده بيوازي ده تمام كده، والمضلع عندي اللي هو ABCD ده هو هنا عايز محيطه. طيب قبل ما نجيب محيط المضلع بنشوف البيانات اللي هي محطوطة عندنا. في البيانات المحطوطة عندنا هنا ده هنا الوتر هنا 13، وده عندي 5، وده عندي وده عندي 35 تمام. احنا بنشتغل اول شيء هنا على المثلث اللي قدامنا، والمثلث اللي قدامنا هنا بيحتوي هنا. لو احنا اول شيء اشتغلنا على المثلث هنقول في المثلث عندنا هنا المثلث نقراه المثلث A B D اللي هو قائم الزاوية عندي في B. هنقول إذا قياس زاوية هنا B D تربيع هتساوي عندي A D تربيع ناقص A B تربيع، لاني عندي هنا حبايبي عندي هنا الوتر وعندي ضلع من الاضلاع. اذا احنا عايزين نثبت الضلع الاخر، فهنربع عندي هنا 13، هنقول 13 تربيع ناقص هنا 5 تربيع، هيطلع عندي هنا 13 تربيع ناقص 5 تربيع. هنا تحت الجذر هتطلع هنا 144، جذر 144 جذرها هنا 12، يبقى الحتة دي هتساوي هنا عندي 12 سنتي تمام. انا عندي هنا هو مش محتاج ده، هو محتاج المضلع ده اللي هو BATC تمام. انا هنا عندي توازي، ايه هستفيد انا من التوازي ده يا مس؟ هنقول بما ان DC بيوازي عندي AB تمام كده، اذا الزاوية دي هتساوي الزاوية دي كده هو هنا بالتبادل، مادام دي 90 دي هتبقى 90 زيها. اذا قياس زاوية A B D عندي قياس زاوية ADB تمام تساوي قياس زاوية عندي ADB هتساوي BDC BDC تمام كده هتساوي كام؟ 90 درجة عندي هنا بالتبادل تمام. هنيجي بعد كده نستنتج من كده ان دي هتبقى 90، وهنشتغل هنا على المثلث BDC. اذا BDC قائم ايضا في D تمام. اذا هنقول اللي هو DC تربيع اللي هو الوتر عندي هيساوي BD تربيع زائد. طيب خلينا نقولهم بالارقام علشان بس المكان هنا مش هيقضي. انتوا طبعا فاهمين ان احنا هنا لو احنا هنا عايزين هنا الوتر، مش المثلث بتاعنا اتمسح، لو احنا عايزين هنا الوتر تمام بنربع دول، فهنربع هنا ال 12 هتبقى 12 تربيع، هتبقى 12 تربيع و35 ايضا تربيع، 12 تربيع و35 تربيع. هنقول 12 تربيع زائد 35 تربيع ايضا. هنعملها عادي هنا بالكالكوليتور، نشتغل ونطلع الكالكوليتور بتاعتنا عادي فيهاش حاجة.
طبعا 12 في 12 144. احنا طبعا من كتر ما احنا بنعمل الأمثلة خلاص حفظناها. في 35 هيطلع لنا هنا 1122. هنجمعهم هنا بال12، هنجمعهم هنا ب144. هيساوي عندي هنا 1100 هنا مع بعض، هتساوي هنا 1100 1369. 1369 لو احنا عملناهم هنا تحت الجذر هتدينا هنا 37. تمام، يبقى هنا هي دي هتطلع هنا عندنا 37، الحتة دي هنا 37. تمام كده. طيب هو عايز كده بس؟ لا، هو عايز كمان محيط الشكل الهندسي. محيط اي مضلع بيساوي مجموع اطوال اضلاعه. يعني احنا هنقول محيط المضلع، محيط المضلع عندي، المضلع اللي هو A عندي A B C D. هنبتدي نجمع الأرقام عندنا دي كلها. هنقول هنا 5 زائد 37، 5 زائد 37 زائد 35 زائد عندي كمان هنا 13، كله على بعضه هنا المحيط هيطلع 90. تمام، 90. وهنقول 90 سنتي بس، طبعا عشان خاطر هنا هو طالب محيط مش طالب مساحة. ننتقل كمان لنوعية تانية من المسائل ممكن تجينا في فيثاغورس. نيجي للمثال ده، بيقول في الشكل التالي اوجد اوجد طول AF، وبيقول ان المثلث ACB يطابق المثلث AFD. اول شيء هنا التطابق ده طبعا هو الخاصية الخامسة عندنا اللي هو المثلث القائم الزاوية هنا والوتر. هنقول اول شيء بما ان المثلث عندنا ACB يطابق المثلث FDE، يعني حل المسألة دي هيبقى سهل جدا، اسهل مما تتوقع. فهنقول هنا عندي بنأخذ اول حرفين طبعا زي ما اتفقنا مع اول حرفين. فهنقول هنا ال AC بيساوي ال F عندي دي، ال FD، ال AC بتساوي ال FD. تمام كده. هنبتدي ان احنا نطرح ال FC هنا من الاتنين، ال FC دي هنطرحها من الاتنين، من اللي فوق من اللي تحت. هنقول هنا AC ناقص عندي ال FC ناقص هنا ال FC يساوي FD ناقص ال FC ايضا. طيب لو احنا هنا عندنا حذفنا من هنا طبعا السي وحذفنا من هنا السي، نغير الكلر، حذفنا من هنا السي وحذفناها، هيفضل هنا AF هتساوي هنا ايضا. هنا لو حذفنا من هنا الF وحذفنا من هنا الF هتتفضل لنا هنا عندي اللي هو CD. طيب وانا عندي هنا CD عندي هنا ب2 سنتي، اذا ال EF هتساويها ايضا هتساوي هنا 2 سنتي. تمام، وهو ده المطلوب اثباته في الاول. هنقول تاني، احنا اثبتنا ان هنا طبعا او هو عندنا في المعطى ان ال ABC ال ACB يطابق ال AFD. تمام كده تمام. فهنقول هنا اول حرفين خدناهم مع اول حرفين، قلنا ال AC بيساوي ال FD. تمام، عايزين نشيل القطعة دي منهم هما الاتنين اللي هي ال FC، شلتها من هنا ومن هنا، فضلت لي هنا ال AF بتساوي ال DC. يبقى هنا زي ما دي ب2 دي ايضا ب2. مثال بسيط
بس احنا نفتكر ان في حاجات تانية، بس هو كل اللي طالبه اللي هو ال AF، مش اكتر من كده. لو كان طالب اي حاجة تاني كنا عملنا. طيب ننتقل هنا لعكس نظرية فيثاغورس. بتقول ايه؟ اذا كان مجموع مربعي طولي ضلعي في مثلث يساوي مربع طول الثالث كان المثلث قائم الزاوية. يعني ايه يا حبايبي؟ يعني لو كانت عندنا هنا ال AC، قدرنا نثبت ان ال AC تربيع بتساوي مجموع ال AB تربيع زائد ال BC تربيع، هنقول ساعتها اذا المثلث ABC قائم الزاوية. يعني هنا بيديني مجرد اضلاع، ضلع هنا وهنا وهنا، بديني قياسات اضلاع، واحنا بنطلع عندما الضلع ده سوى مجموع الضلعين دول، الضلع ده اللي قدامنا سوى مجموع ده زائد ده، اذا هنا المثلث بيبقى هنا قائم الزاوية. ننتقل لمثال مباشر علشان خاطر نفهم النظرية. هنشوف هنا تطبيق على النظرية. قدامنا هنا مثلثين جوا بعض، مثلث فيهم معروف الزاوية القائمة بتاعته، تمام، اللي هو عندي CDE، تمام، هو ده اللي احنا هنشتغل عليه. هنقول هنا في المثلث ال EDC، مش مهم نقراه CDE او EDC، اهم حاجة نديه في النص علشان نقول ان هو قائم الزاوية. هنا طبعا عندي في دي، اذا هنشوف هنا قياس زاوية EC وال ECD بالنسبة له هنا هيبقى هنا الوتر EC تربيع هيساوي عندي DE تربيع زائد عندي DC تربيع، تمام. هنربع دي هيبقى هنا 9، هنربع دي هيبقى هنا 16 و9 هنا هتدينا هنا 25، وجذر 25 طبعا عندي 5، يعني الحتة دي انا عندي هنا اهو ب5 حتة الوتر. طيب هو هنا جايب لنا برضو في المعطيات، هنقول هنا بما ان عندي هنا ال EC بتساوي ال AC هتساوي عندي 5، لان هنا عامل لي 5، يبقى دي هتبقى 5 زيها، مادام دي 5 دي كمان هتبقى 5، تمام. وضح لنا هنا اني عندنا 5 و8 هنا عندي 13، وعندي ده 12 وده 5. طيب لو قلنا هنا عندي هنا في المثلث اللي موجود ده عايزين نثبت ان هو قائم الزاوية، تمام، عايزين نثبت ان زاوية A دي هنا قائمة الزاوية، تمام. هنقول هنا ال BC طبعا لو اتعملت هنا تربيع، ال BC تربيع عندي هنا 13 في 13 عندي 169، تمام. هنيجي نجمع ايضا اللي هو ال AB تربيع زائد ال AC تربيع، هنا هيبقى 25 زائد 12. نعمل هنا نحسبهم بالكالكوليتر بسرعة. طبعا هنا 12 في 12 عندي ب144، هنطلع هنا الكالكوليتر وهنقول هنا 25 زائد 144 يعني هنا 25، ونخليها دي على طول مباشرة بدل ما نربعها. هنقول هنا 144، هنجمعهم مع بعض، هنقول 25 زائد 144 هيعطينا هنا 169، ايضا طلع لنا فوق 169 وطلع لنا هنا 169، وهو ده طبعا المطلوب اثباته،
ان مجموع ضلعين يساوي الضلع الثالث. اذا كده احنا قدرنا نبرهن ان المثلث CAB او CAB قائم الزاوية. اذا قياس زاوية هنا A تساوي هنا 90 درجة. هننتقل هنا لنوعية تانية من المسائل واللي هي بيحكي فيها هنا هناخذ اللي هو متباينة فيثاغورس، ودي اخر حاجة عندنا. يعني ايه متباينة فيثاغورس؟ بنقول هنا ازاي نثبت ان المثلث ده بيكون حاد الزوايا او منفرج الزاوية او قائم الزاوية، او امتى يكون كده. اما يكون هنا حاد الزوايا اذا توفر فيه ان الضلع الكبير تمام بيساوي مجموع الضلعين الاخرين. يعني لو احنا فرضنا هنا عندي في متباينة فيثاغورس، يعني ننتقل هنا لاخر جزئية في النظرية عندنا وهي متباينة فيثاغورس. المتباينة دي بتوضح لنا نوع المثلث بالنسبة لزواياه، سواء كان مثلث حاد الزوايا او منفرج الزاوية او قائم الزاوية. وليكن مثلا هنا اما يكون حاد الزوايا اذا الضلع الكبير بيبقى اصغر من مجموع الضلعين الاخرين. يعني لو افترضنا مثلا اني عندي مجموعة من الاضلاع، وليكن عندي 10 وعندي هنا 9 وعندي هنا 11، فهنقول هنا طبعا ان 10 و9 دول اصغر من 11. طيب احنا لو ربعنا هنا عندي 11 هنا قلنا 11 تربيع هنا ب121، ولو ربعنا هنا 10 هتبقى 100 زائد هنا 81 هيبقى هنا 181، هيبقى الناتج 181. فطبعا هنا عندي يا حبايبي ان 181 هتبقى اكبر من 121 طبعا، وهو ده المطلوب ان مجموع الضلعين اللي هما الصغيرين بيبقى اكبر من الضلع الثالث اللي هو الكبير. ده مثال يعني عليه. بالنسبة اذا كان منفرج الزاوية، لو انا عندي ان الضلع الكبير بيكون اكبر من مجموع الضلعين الاخرين، يعني وليكن مثلا لو انا عندي شوية ارقام، عندي زي 4 وعندي زي 3 وعندي ايضا زي 6. لو انا هنا ربعت 4 هتبقى عندي هنا 16 زائد لو ربعت 3 هتبقى عندي 9، يبقى هنا على بعض هيبقوا على بعض هنا 25، وتربيع 6 دي هنا لوحدها هتساوي 36. اذا هنا الكبير هيبقى اكبر من مجموع الضلعين. الكبير هنا 6 هتبقى 36 والمجموع الضلعين هيبقى عندي 25. يبقى هنا المثلث دي في الحالة دي هيبقى مثلث منفرج الزاوية اذا كان مجموع الضلع الكبير اكبر من مجموع الضلعين الاخرين، زي ما فرضنا هنا المثال اللي قدامنا اللي هو 3 و4 و6. طلعت لنا اللي هي 6 ب36 تمام كده، والاربعة اللي هي 16 والتلاتة اللي هي 9 وعلى بعض 25. اذا كده الضلع اللي هو الكبير اكبر من مجموع الضلعين الاخرين. اما اذا كان قائم الزاوية، فانا لو عندي مثلا زي عندي 3 و4 و5، وليكن 3 و4 و5، فاحنا لو ربعنا 3 هتبقى 9، ولو ربعنا 4 16 وعلى بعض هنا هيبقوا 25، ولو ربعنا الكبير اللي هو 5 هيبقى عندي 25. اذا هنا بدل بيساووا بعض، اذا هنا المثلث قائم الزاوية. طيب يا مس مسائلها دي ممكن تيجي ازاي؟ مسائلها ممكن تيجي بالشكل ده، يقول اي مما يلي يمثل اطوال اضلاع مثلث قائم الزاوية. احنا عرفنا ان قائم الزاوية ان مجموع الضلعين بيساوي هنا الضلع الكبير. فهنا عندي 40 وعندي 9 وعندي هنا 141، عندي هنا 32 وهنا 7 وهنا 25. هنشوف مين فيهم هنا اللي بيمثل مثلث قائم الزاوية. هنا عندي 41 و49
وعندي 25 و7 و32 وعندي 60 و30 و40. تعال نعمل كده أول واحدة، وهنقول هنا أكبر ضلع فيهم اللي هو 41. هنقول هنا 41 تربيع هتساوي طبعا هنا وهنا هنجمع اللي هو 90 تربيع، 9 تربيع أسفة، 9 تربيع. هنقول هنا زائد 40 تربيع. هنجمع الاتنين دول مع بعض، هنطلع الكالكوليتر ونجمع الأولانية دي لوحدها. تمام، نطلع الآلة الحاسبة عندنا هنا. هنقول هنا 41 في 41. تمام، هطلع لنا هنا 1681. 1681. هنشوف مجموع دول، طبعا 9 9 81. وهنا هنقول 40 في 40، لان طبعا لازم نطلع الاتنين ونجمعهم مع بعض زي ما اتفقنا. الاتنين الصغيرين هجمعهم مع بعض. تمام، هنا 1600 زائد 81 ب1600، هنا 81. هنا ده عندي سوا ده، اذا هنا ده هو اللي قائم الزاوية. تمام، هنا عندي القيمة دي هنا قائم الزاوية. طيب لو بصينا على المثال التاني 32 و25 و7، لو احنا عملنا واحد فيهم وشوفنا يعني اذا كان هو فعلا بيمثل قائم الزاوية ولا لا، هنشوف هنا هنقول 32 تربيع طبعا تساوي، وهنا 7 تربيع زائد 25 تربيع. هنبتدي نربحهم ونشوف اذا كان هو بيساوي بعض هنا ولا لا. هنقول 32 هنا في 32، هيطلع لنا هنا عندنا الناتج ب1024. هنشوف التنين التانيين دول برضو هنربحهم هنا ونجمعهم، هنربحهم هنا ونجمعهم مع بعض. 7 في 7 هنا عندي 49. تمام، طلعت عندي 4. تمام، هنا زائد 25 في 25، هنبتدي نضربها هنا. هنقول 25 في 25 تقريبا ب625. ايوه 625. ب625 عندي هنا هنجمعها مع 49، هنجمعها مع 49 هيطلع لنا 674. طبعا دي طالعة ب1000 وحاجة ودي 674، اذا هو ده المثلث ده مش قائم الزاوية. انا حبيت بس اوريكم ان المثال الاولاني او الارقام الاولانية اللي هي قائمة الزاوية ازاي ان الرقم ده سوى الرقم ده، لكن هنا ما بيسووش. هننتقل على نوعية تانية من المسائل زيها كده، بس بتقول لي يعني اثبت اذا كان ده قائم، او اثبت لي اذا كان قائم الزاوية او حد زاوية او منفرج، على حسب بقى ما نطلع. عندي بيقول لي هنا حدد نوع المثلث بالنسبة لزواياه. 15 هنا سنتي و52 وهنا 5. هنبتدي ان احنا نشوف مين الكبير فيهم ونربعه. لو احنا قلنا ان هنا الكبير فيهم اللي هو 52، لو قلنا هنا 52 تربيع تمام هيساوي، وهنا هنقول 15 تربيع زائد هنا 5 تربيع. هنبتدي نربع هنا 52، نطلع عندي هنا الكالكوليتر نحسب عليها عادي علشان نطلع هنا التربيع بتاعنا. هنقول هنا 52
2704. دي لو ربعناها هتطلع هنا 25، و15 في 15 225 تقريبا. هنقولها هنا 15 في 15، ايوه هنا ب225. هنقول 225 زائد هنا 25، هنجمعهم مع بعض هيطلع عندي هنا ب250. تمام. هنا انا طلع عندي مجموع الضلعين اقل من الضلع الكبير، اذا المثلث ده هيبقى هنا منفرج الزوايا، لان مجموع الضلع الكبير عندنا هيبقى اكبر من مجموع الضلعين، اذا ده منفرج. طيب ننتقل للي بعده. هنا 12 وهنا 16 وهنا 11. طيب اكبر واحد فيهم طبعا اللي هو هنا عندي ال16. هنبتدي ان احنا نربعه. نمسح بس البورد هنا علشان خاطر يفضل مكان نقدر نحط غريه. تمام. نمسح عندي هنا بالقلم ونشوف المثال اللي بعده. لو احنا ربعنا عندي هنا اكبر ضلع اللي هو ال16، هنقول هنا 16 تربيع طبعا هيساوي، وهنشوف مجموع التانيين اللي هو هنا 12 تربيع زائد 11 تربيع. تمام. 16 هنقول هنا عندي هنا هندوس على السي وهنقول هنا 16 في 16 هيدينا 256. هنا 12 في 12 ب144، و11 في 11 ب121 على بعض. هنا دي هتبقى هنا خد 5 وهنا 6 وهنا 2، 265 وهنا 256. اذا هنا 256 اللي هو الضلع الكبير اقل من مجموع الضلعين، اذا هنا المثلث هيبقى هنا حاد الزوايا 256. يبقى عندي مجموع الضلعين 265 ومجموع الضلع اللي هو الكبير 256. هنا طبعا ده اقل، اذا هو هنا حاد الزوايا. عندي هنا حد الزوايا. هننتقل للي بعده اللي هو هنا عندي 4.5 و21 و20. طبعا هناخذ اللي هم الصغيرين. نمسح عندي هنا البورد، نمسح البورد عندي علشان خاطر نشوف مين فيهم هنا الكبير ومين فيهم هنا الصغير، وبناء على هذا هنحدد اذا كان هو قائم او منفرج او حاد. لو احنا هنا نقينا الصغيرين اللي هو ال20 عندي وال40